السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. زلنا مكملين سوا في شرح منهج ميدل 3 في مادة الكمبيوتر. خلصنا مع بعض تشابتر 1، هنبدأ دلوقتي مع بعض في تشابتر 2 اللي هو بعنوان برانشنج. مصطلح برانشنج المفروض ان هو مصطلح مش غريب او مش جديد عليكم، المفروض ان انتوا درستوه في الترم الاول. افكركم كده بسرعة. هنا بيقول لي في البداية الاهداف اللي احنا هنتعلمها. تعالوا ندخل سوا على مقدمة كده سريعة. هنا بيقول لي او بيقول لكم يعني ان احنا درسنا في الترم الاول كونسبت كده اسمه الفلوت شيرتس، ومن ضمن الفلوت شيرتس اتعلمنا كونسبت كده اسمه البرانشنج. تعالوا برضو افكركم بسرعة كده. يعني اعتقد ان انتوا اول ما هتشوفوا الصور او اول ما هتشوفوا الرسومات التوضيحية الخاصة بالفلوت شيرتس ان شاء الله اكيد هتفتكروا انا بتكلم عن ايه. احنا في الترم الاول كان اهم حاجة اتشرحت في الترم واكتر حاجة كانت مغلس عليكم شوية كده موضوع الفلوت شارت. ووقتها درسنا سوا ان الفلوت شارتس 3 انواع. اول نوع من انواع الفلوت شارتس اللي هو السيمبل فلوت شارت او اللي هو البسيط. وده فكرته بسيطة جدا، تعتمد على ان انا لما كنت يعني بيطلب مني اي اكسرسايز او اي تاسك معين وعايز اطبقه بالفلوت شارت. لما كنت برسم الفلوت شارت كنت برسم علامات معينة، زي مثلا ببدأ بعلامة اللي هي التيرمينال. دي بستخدمها عشان خاطر اعبر عن عمليات الستارت والاند الخاصة بالابليكيشن. بعد كده علامة الباراليجرام عشان اوضح موضوع الانبوت والاوتبوت. فمثلا بعد الستارت بقول والله اليوزر هينتر فاليو اي حاجة وليكن اكس مثلا. باخد الفاليو من اليوزر وبطبق عليها بروسيس معينه. البروسيس دي مثلا ممكن تكون اديشن، ممكن تكون مالتيبليكيشن، ممكن تكون اي حاجه من الحاجات. وبعد كده بيطلع ناتج. الناتج ده بظهره لليوزر من خلال عمليه اوتبوت اللي انا كنت بعبر عنها باستخدام كلمه برنت، برضو برسمها او بكتبها داخل باراليجرام. وفي النهايه بعمل اند للابلكيشن من خلال علامه التيرمينال. ده الشكل البسيط، والترم الاول اخدته عليه اكتر من اكسرسايز واكتر من اكزامبل. وده يعتبر لما جينا بدأنا مع بعض الترم التاني واخدنا مع بعض اكسرسايزز وطبقناهم تقريبا، ده كان هو التطبيق العملي على السيمبل فلوت شارت. ان في الامثله اللي فاتت احنا كنا بنستقبل من اليوزر انبوتس معينه. الانبوتس بنخزنها في يا اما فاريبلز يا اما كونستانتس. وبعد كده باخد الداتا اللي انا اخدتها من اليوزر وخزنتها في الفاريبلز مثلا، وابدا اطبق عليها بروسيس معينه وبعد كده اطلعها لليوزر من خلال اوتبوت معين. الموضوع كان سيمبل بسيط ما فيهوش اي مشكله. وبعد كده بعد ما خلصنا سيمبل فلوت شارت اخدنا نوع تاني اللي هو البرانش فلوت شارت. والبرانش فلوت شارت كانت فكرته بتعتمد على ان انا في بعض الاحيان لما باجي اعمل ابلكيشن برضو بوضح ان الابلكيشن بيستارت، وبعد كده بستلم داتا من اليوزر. فلما بستلم داتا يعني معناها ان اليوزر هيعمل انبوت. فكنت بقول والله اليوزر مثلا هيعمل انتر لفاليو كذا وبكتبها برضو جوه باراليجرام. بس كان في بعض الكيسز ان انا بعد ما بستلم الداتا من اليوزر عشان اطلع اوتبوت معين، الاوتبوت ده based on condition or multiple conditions. يعني معناها هقول ان الاب ده او الابلكيشن ده هي اوتبوت الداتا او هيعمل اوتبوت للداتا لو حصل كذا. يعني لو حصل كذا اعمل كذا، ما حصلش اعمل كذا. فهنا بقى لما كنت بشتغل على كونديشنز كنت بتعامل مع البرانش فلوت شارت، وكان ليه اسم تاني لو تفتكروه اسمه ديسيجن. يعني معناها ان هو based on decision او قرار معين هيتاخد. لو حصل كذا فهاخد قرار اعمل كذا، لو ما حصلش هاخد قرار تاني. فكنت بستلم الانبوت من اليوزر وبعدين بدخل على شكل الرومبس. الشكل الرومبس ده اللي هو كان بحط جواه الكونديشن بتاعتي. يعني مثلا بقول والله اليوزر هينتر فاليو اكس مثلا. طيب لو لقيت الفاليو بتاعت الاكس دي greater than مثلا or equal to مثلا 50 او اي رقم معين based on الكيس بتاعتي، تمام. في حالة true، يعني لو الكونديشن دي، ما هي الكونديشن دي ملهاش غير تو ستيتس، ملهاش غير انها يا اما ترو الناتج بتاعها يا ترو يا فولس، تمام. ففي حاله ترو يعني معناها ان الاكس فعلا جريتر ذان الاكس اللي انا استلمتها من اليوزر دي. لو لقيتها جريتر ذان مثلا 50 نفذ كذا نفذ كذا، مثلا برنت اوت مثلا كلمه باس او كلمه ناجح. في حاله فولس يعني معناها ان الكونديشن دي مش بترو او بفولس، نفذ لي حاجه تانية. زي مثلا اظهر لي مثلا كلمه فيل او كلمه رسب. وفي النهايه اعمل اند للايه، اعمل اند للابلكيشن. واخدنا عليها ايه، واخدنا عليها كذا مثال في الجزئيه دي.
يعني ده برضو دليل على ان انا لما جيت بدات معاكم في شرح المنهج الترم الثاني كنت قلت لكم ان المنهج بتاع ميدل 3 منهج متصل، يعني اللي اتشرح لكم في الترم الاول هو بيكمل عليه في الترم الثاني. هو يعتبر الترم الاول بيشرح لكم بشكل نظري بشكل كبير، وفي الترم الثاني بتطبقوا الكلام ده بشكل عملي. فالفكره بقى ان احنا في الترم ده وتحديدا في تشابتر 2 اللي احنا هنتعلمه بقى اللي احنا درسناه في الترم الاول، ومعظم الامثله اللي احنا درسناها في النوع اللي هو البرانش فلو تشارت هنطبقها بشكل عملي باستخدام الكودينج. وعايز اقول لكم ده اسهل، يعني انتوا هتتفاجئوا ان يعني ممكن انتوا في الاول في البدايه لما بتسمعوا كلمه كودينج وفيجوال بيزك واكواد والكلام ده كله ممكن تتخضوا، بس لما هتيجوا تمارسوا الكلام ده بايديكم هتكتشفوا ان الموضوع اسهل، لان في الترم الاول كان بقى فلو تشارت واشكال وامثله والكلام ده كله. فتعالوا بقى نشوف سوا ازاي نطبق الكلام ده باستخدام الاكواد. طيب احنا عشان نطبق الكلام ده باستخدام الاكواد بنطبقه من خلال ما يسمى بالستيتمنتس. يعني الستيتمنتس ديت هي جزء من الاكواد بتاعتي، ولكن الستيتمنت هو جزء من الكود بيعبر عن عمليه البرانشنج. ان انا بقول والله ان انا هستلم بعد ما استلم داتا من اليوزر لو حصل كذا تمام اعمل كذا. فدي الجزئيه دي بتاعت التعبير عن البرانشنج داخل الكود احنا بنستخدم فيها ستيتمنتس معينه. اول نوع من انواع الستيتمنت عندنا باستخدام الاف then statement او بشكل عام الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت ديت هي واحده من اشهر الستيتمنتس المستخدمه في الكودز، ومش في الفيجوال بيزك بس، تقريبا في معظم لغات البرمجه الاف ستيتمنت مشهوره جدا، ولان استخدامها شائع جدا ومهم جدا، لان كتير جدا من الابلكيشن بيبقى الموضوع مش واضح وصريح، لا بيعتمد على احتمالات ان انا مش عارف اليوزر هيختار كذا ولا كذا، فانا وانا ببرمج الابلكيشن هشتغل على احتمالات لو حصل كذا اعمل كذا. تمام. فموضوع استخدام الاف ستيتمنت مشهور قوي. اول نوع من انواع الاف ستيتمنت هي الاف then ستيتمنت. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاستراكشر بتاعها بشكل عام ان جنرال، اللي هو جنرال سينتاكس، يعني الاستراكشر بشكل عام، وبعد كده هنشتغل بشكل سبيسيفيك او تحديدا من خلال امثله ازاي نطبقها في الاكواد بتاعتها. فقال لي لما تيجي تستخدم الاف then ستيتمنت داخل الكود، الاستراكشر بتاعها او السينتاكس بتاعها ان انت بتبدا بكلمه اف، بعد كده في حاجه تسمى الكونديشنال اكسبريشن، وهشرح بالتفصيل يعني ايه كونديشن اكسبريشن، بعد كده كلمه then، وبعد كده الكود، وفي النهايه end if. طيب شرح الكلام ده بمنتهى البساطه. if معناها بالعربي اذا او لو، فانا هقول اذا او لو. conditional expression اللي هو في الغالب بيبقى الشرط بتاعي، يعني if conditional expression يعني لو حصل كذا then كود نفذ كذا، وفي النهايه end if. هتلاحظوا هنا ان الاف then statement في الغالب بتشتغل في حاله الترو بس. يعني ايه؟ يعني احنا من شويه لما جينا اخدنا الشكل بتاع الفلو تشارت، لما كنت بستلم الداتا من اليوزر وبدخل على الرومبس كان في سهمين بيطلعوا، سهم بترو وسهم بايه وسهم فولس. لا هنا الاف then هي بتشتغل في حاله الترو بس، لو حصل ترو نفذ كذا وبعد كده تروح على end على طول. ماشي. طبعا ساعات ببقى محتاج كده وساعات ببقى محتاج في حاله ترو في حاله فولس، فهنشوف دي وهنشوف دي. فاحنا دلوقتي هنشتغل في البدايه على النوع الاول من الاف اللي هي الاف then اللي هي بتشتغل على حاله الترو ستيتس بس، وبعد كده هنشتغل على الحاله الثانيه. يبقى ده كده الجنرال سينتاكس بتاع الايه بتاع الاف والاف then ستيتمنت. تعالوا بقى نشرح مع بعض دلوقتي الجزئيه اللي مش مفهومه بالنسبه لنا، اللي هي الجزئيه بتاعت الايه الجزئيه بتاعت الكونديشنال اكسبريشن. يعني ايه كونديشنال اكسبريشن؟ هنا بيقول لي عشان نوضح الكونديشنال اكسبريشن لازم تبقوا عارفين ان الكونديشنال اكسبريشن بيتكون من 3 مكونات او 3 اجزاء. اول حاجه بيتكون من يا اما variable يا اما constant. على سبيل المثال مثلا اقول لي اف A اف B اف X اف اي حاجه، فاف بعد كده اللي هو الكونديشن اكسبريشن اول جزء من اجزاء الكونديشن اكسبريشن ده يا اما variable يا اما constant. بعد كده بتيجي حاجه كده اسمها اللوجيكال اوبريتور. اللوجيكال اوبريتور ده اللي هو معامل معين عاده بيعمل عمليات زي كومباريزون او بيعمل مثلا اوبريشن معينه. على سبيل المثال مثلا زي ما اقولي greater than less than وهكذا. وفي النهايه بيبقى في حاجه اسمها abstract values او حاجات تانية هنشوفها سوا دلوقتي من خلال امثله. فتعالوا دلوقتي نشتغل على او نفهم قوي الكونديشن اكسبريشن لان هو ده اهم جزء في الكود بتاعي، وبعد كده ناخد امثله. فهناخد مثال مثلا كده ان انا هفترض هقول اف، وطبعا اف وذن، ما بين الاف والذن اتفقنا هيبقى فيه الكونديشنال اكسبريشن. طيب فعلى سبيل المثال احنا هنا مثلا كونديشنال اكسبريشن بيقول x greater than 50.
فاتفقنا مع بعض ان هو كله على بعضه كده اسمه كونديشنال اكسبريشن. طيب اتفقنا مع بعض ان اول جزء في الكونديشنال اكسبريشن اللي هو بالنسبه لي في المثال هنا الاكس ده بيمثل ايه؟ ده بيمثل نفكر كده لسه واخدينها حالا، بيمثل يا اما فاريبل يا اما كونستانت. يبقى الاكس بالنسبه لي هنا في الكونديشنال اكسبريشن ده الاكس ده بيمثل فاريبل او كونستانت. اللي انا المفترض ان انا مثلا قبل ما ابدا الكود بتاعي او قبل ما ابدا الستيتمنت بتاعي في الكود ان انا اكون عرفته الاول، عملت له ديكليريشن، حددت له نيم وداتا تايب، وممكن بعد كده عملت له اساينمنت. بعد كده بقى هدخل على مرحله ان انا اقول بقى ايه الاكس اللي انا حددته ده لو لقيته اكبر من كذا او اقل من كذا اعمل كذا. طيب يبقى هنا الاكس بالنسبه لي هو الفاريبل او الكونستانت. طيب العلامه اللي بعد كده اللي هي علامه الجريتر ذان دي بتسمى اللوجيكال اوبريتور، تسمى اللوجيكال اوبريتور. تمام. وبعد كده مثلا ايه رقم عادي اللي هو حاجه اسمها ابستراكت فاليو. طيب انا هنا بالنسبه لي تقريبا الجزء بتاع الكونديشنال اكسبريشن خلاص فهمته، يعني خلاص عرفت ان الكونديشنال اكسبريشن 3 حاجات اللي هم الفاريبل او الكونستانت، لوجيكال اوبريتور، الابستراكت فاليو او رقم عادي يعني قيمه مجرده. تمام. انا بس عايز اركز شويه الحته اللي برضو ايه مش مفهومه قوي بالنسبه لي اللوجيكال اوبريتور. ايه انواع اللوجيكال اوبريتورز اللي احنا ممكن نستخدمها؟ والحته دي مهمه جدا جدا ودايما بيجيبها في الامتحان. فتعالوا نركز على جزئيه الايه اللوجيكال اوبريتورز المختلفه اللي انا ممكن استخدمها في الاف ستيتمنت. اللوجيكال اوبريتورز انتم معظمهم عارفينهم درستوهم في الماث، يعني العلامه دي اكيد انتم عارفين العلامه دي it means greater than. العلامه الثانيه greater than or equal to. طبعا ممكن تكون دي بالنسبه لكم غريبه لان انتم في الغالب في الماث لما بتيجوا تعملوا greater than or equal to بتعملوا العلامه دي، لكن احنا في الكمبيوتر بنستخدم الرمز ده. يبقى العلامه دي هي تعتبر ايه greater than or equal to. العلامه اللي بعد كده less than، العلامه اللي بعد كده less than or equal to، العلامه اللي بعد كده طبعا equal. العلامه بقى اللي هي اللي تعتبر جديده بالنسبه لكم اللي معظمكم بيتلخبط فيها في الامتحان، وعشان كده دايما في الامتحان في الغالب يعني لما بيجيب سؤال في الجزئيه دي في الغالب بيركز على الحته اللي هي بتتوهكم شويه او بتنسوها شويه اللي هي العلامه دي. العلامه دي بقى اسمها not equal. فالعلامات دي انا عارف ان معظمها سهله بالنسبه لكم معروف، فلما تيجوا تحفظوا ركزوا قوي على علامه النوت ايكوال لان هو في الغالب في الامتحان يعني طبعا في الامتحان في العموم ان هو بيجيب سؤال في الجزئيه دي، وساعات كتير بيركز على علامه النوت ايكوال عشان ساعات بتبقى جديده بالنسبه لكم. ماشي. طيب ده بالنسبه لللوجيكال اوبريتور. يبقى احنا كده ايه فهمنا الكونديشنال اكسبريشن. تعالوا ناخد امثله عليه. المثال الاول انا عندي دلوقتي جمله اف ستيتمنت، فاتفقنا مع بعض اف وذن ما بينهم حاجه اسمها الكونديشنال اكسبريشن، فده كده كونديشنال اكسبريشن. تعالوا بقى نذاكر مع بعض يلا او نطبق مع بعض. اول جزء اللي هو حرف الاي ده بيمثل ايه؟ برافو عليكم، بيمثل variable or constant. طيب العلامه اللي في النص logical operator. برافو. طيب هنا بقى في المثال ده انا قلت ايه greater than 5. لما باجي بعد اللوجيكال اوبريتور وبكتب اي اني فاليو نمبر على سبيل المثال، ده بالنسبه لي حاجه تسمى ابستراكت فاليو، بالعربي كده بيسموها قيمه مجرده، عادي رقم عادي. يعني انا بقول لو لقيت اكس او اي او بي او كذا greater than or equal to مثلا 5 او 7 او اي رقم، دي بالنسبه لي ابستراكت فاليو. طيب المثال الثاني هنا ما بين الاف والذن هكتب الكونديشنال اكسبريشن. تمام. اللي هو بيتكون من بي بالنسبه لي ده يعتبر ايه فاريبل او كونستانت، العلامه اللي في النص دي اللوجيكال اوبريتور. لكن هتلاحظوا هنا بقى اللي اختلف ان في النهايه ما قلتش ايه بي less than or equal to رقم، لا بي less than or equal to ايه. فايه وكاني بعمل comparison او operation between variable and another variable. يعني انا مثلا هفترض ان انا عندي two variables وهقول لو لقيت الفاريبل ده اكبر من الفاريبل ده او الفاريبل ده اقل من الفاريبل ده اعمل كذا. ماشي. فهنا مثال تاني ان انا يبقى عندي ايه في البدايه variable وفي النهايه variable. طيب ما بين الاف والذن المثال الثالث والاخير في توضيح الكونديشنال اكسبريشن، انا هقول مثلا اف بي ايكوال اي بلس 3 تايمز 2. طيب البي اولا ده كونديشنال اكسبريشن، البي يعتبر هو الفاريبل اور كونستانت، الايكوال دي علامه اللوجيكال اوبريتور. في النهايه بقى هتلاحظوا ولا استخدمت رقم بشكل عادي ولا استخدمت فاريبل او كونستانت، لا انا هنا عملت ايه زي ايكويشن كده. لا هنا دي مش ايكويشن، دي بتسمى اكسبريشن. اكسبريشن يعني معناها ان انا اخدت فاريبل او كونستانت وطبقت عليه اكسبريشن معين، فده بيسموه فاليو فروم اكسبريشن او اكسبريشن بشكل عام. ماشي.
طيب ده كده المثال الثالث والاخير في توضيح ما يسمى بالكونديشنال اكسبريشن. تعالوا بقى نشوف من خلال الامثله المختلفه اللي احنا هندرسها سوا ازاي نطبق موضوع البرانشنج باستخدام الاف ذن ستيتمنت، وبعد كده هناخد امثله اخرى. فهنا بيقول لي في الاكسرسايز ده implement the following steps to create a program in which we enter students score. Then the message successful appears in the message box if the score is greater than or equal to 50 when you click the button result. يعني بمنتهى البساطة ده ابلكيشن بسيط جدا بيتكون من تكست بوكس وباتون. اليوزر هينتر الستودنت سكور او ستودنت ديجري في التكست بوكس، هيكتب درجة الطالب هنا، وانا هاخد درجه الطالب. طبعا طالما يعني هاوبتين درجه الطالب من اليوزر يبقى لازم اروح اخزنها فين؟ في variable او constant. طبعا بالنسبه لنا هنا الانسب ان احنا نخزنها variable، لان درجه الطالب اللي في كل مره والبرنامج بيشتغل ويجي اليوزر هيدخل درجه الطالب، مش كل مره هيدخل درجه الطالب ثابته، فبالتالي هخزنها في variable. طيب انا بقى دوري او الكود اللي هيتكتب فيه الباتون بتاع الريزلت ان هو لما هدوس على الباتون بناء على الدرجه اللي هتتكتب يقول لي الطالب ده ناجح او مفيش. تمام، لان هو ما وضحليش غير بس في حاله ناجح بس. تمام. طيب هتلاحظوا هنا بقى الفكره ان الدرجه اللي انا هستلمها من اليوزر وهخزنها في فاريبل، الاوتبوت اللي هيظهر من خلال الكود اللي هيتكتب في الباتون هو بيزد اون او معتمد على كونديشن معينه بتقول لو الدرجه اللي هتتكتب هنا اللي انا مثلا هسميها اكس لو جريتر ذان، هو هنا بيقول جريتر ذان ولا جريتر ذان او ايكوال تو؟ is greater than or equal to. لو greater than or equal to 50 يبقى طلع كلمة ايه؟ طلع كلمة او اظهر كلمة successful. ما قاليش يعني لو قال لي من كده او غير كده اعمل ايه، هو ركز على حالة واحدة بس او condition واحدة بس لو greater than or equal to 50. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى باستخدام الكود هنعمل الكلام ده ازاي. ادي الاب قدامي اهو عباره عن تكست بوكس جنبه ليبل كده مكتوب عليه ستودنتس ديجري والباتون بتاع الريزلت. طبعا الكود هيتكتب في الباتون، فهضغط دبل كليك على الباتون. اتفقنا مع بعض ان الفيزز او مراحل كتابه الكود ان انا الاول بعرف الفاريبلز، فانا ما عنديش غير فاريبل واحد اللي هو هسميه اكس على سبيل المثال، واز على سبيل المثال سنجل لان درجه الطالب وارد يبقى فيها ديسيمال. طيب هضغط انتر. تاني حاجة موضوع الاساينمنت، فهقول الاساينمنت هيبقى x equal me dot text box 1 dot text. طيب دلوقتي انا عرفت variable وعملت assign للفاليو بتاعته. الخطوة الثالثة بقى، فاكرين في الامثلة اللي فاتت الخطوة الثالثة كنا بنقول ان احنا هنعمل ايه؟ هنظهر الاوتبوت. طيب هنا الاوتبوت بتاعه عبارة عن مسج بوكس هتظهر لليوزر، هتقول له ان انت ناجح مثلا. بس مش كل الطلبه ناجحين، لا، النجاح مرتبط بكونديشن او بشرط ان لازم تكون الدرجه اللي اتكتبت تكون greater than or equal to ايه 50. يبقى هنا طالما هشتغل على كونديشن او شرط يبقى اول نوع من انواع الشرط عندنا اللي هو موضوع الايه الاف ستيتمنت. فالاف ستيتمنت ان انا هبدا باف، اتفقنا مع بعض بعد الاف كونديشنال اكسبريشن، واول حاجه في الكونديشنال اكسبريشن هو الفاريبل، والفاريبل بتاعي اسمه اكس. طيب الكونديشن عباره عن ايه؟ ان الاكس لو greater than or equal to بعد كده 50. مش ده المثال بتاعي؟ طيب الميزه بقى ان انا مش لازم اكمل بايديا، مجرد ما هدوس انتر هو لوحده هيروح قافل لي الستيتمنت او الستراكشر بتاع الستيتمنت، انه هيكمل بذن وهيقفل اند اف. ما بين الذن والاند اف هكتب الكود اللي هو هيظهر في حاله لو الكونديشن بترو. فلو الكونديشن بترو انا عايز اقول له اظهر رساله فيها كلمه سكسسفول او بالعربي ناجح. طيب فبعملها ازاي؟ من خلال كلمه مسج بوكس، وبعدين بفتح بارنثيز او براكت، وبعد كده طالما عايز اظهر كاركترز يبقى لازم الكاركتر ده يتحط ما بين دبل كوتيشن ماركس، وبين الدبل كوتيشن ماركس اكتب اي حاجه بقى، بالعربي بالانجلش باللاتيني باي حاجه. خلاص، فهكتب كلمه مثلا وليكن كلمه باس، يعني مش لازم التزم قوي بالمهم ان احنا نفهم الكونسبت يعني. وبعد كده هروح قافل البارنثيز او القوس. فتعالوا نجرب دلوقتي نشوف. دلوقتي لو انا عملت ران للابليكيشن وجيت دخلت رقم وليكن مثلا رقم 85 ودوست على شو ريزلت هيقول لي باس او سكسسفول. طيب قلت له مثلا 91 هيقول لي باس. طب لو جيت دخلت مثلا رقم وليكن 50 تتوقع الاجابه هتكون ايه او الاوتبوت هيبقى ايه؟ مازال برضو باس. ليه؟ لان انا greater than or equal to. لكن لو جيت قلت مثلا 49 تتوقع دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجه. ليه؟
ليه مش هيحصل اي حاجه؟ ليه ما طلعتليش رساله مثلا يقول لي ان هو فيل مثلا، او يقول لي مثلا اي حاجه تانية؟ لان انا ما حددتش الكلام ده في الكود، انا اشتغلت على حاله واحده بس، ان لو الكونديشن بترو يبقى طلع لي مسج بوكس فيها ايه؟ فيها كلمه باس. ماشي، ما قلتلوش بقى في الحاله الثانيه اعمل ايه، وده اللي احنا هناخده دلوقتي. اللي هو طيب انا عايز بقى في حاله كذا اعمل كذا، في حاله تانية غير كده او غير كده اعمل حاجه تانية. تمام. طيب قبل ما نشوف الكلام ده، في كومنت او في هنت كده سريع، وبرده من ضمن الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. انتوا هتلاحظوا كده السيكونس بتاع كتابه الاف ستيتمنت، ان انا في لاين بكتب الاف الكونديشن اكسبريشن، ذن بنزل سطر جديد بكتب الكود اللي هيتنفذ في حاله لو الكونديشن بترو، وبعد كده بقفل الستيتمنت بتاعتي باند اف. طيب ممكن اكتب الستيتمنت كلها في لاين واحده. يعني ايه؟ يعني اجي اقول ايه؟ اجي اقول اف الكونديشنال اكسبريشن بتاعتي، وبعد كده كلمه ذن، وبعد كده بعدها سبيس، وبعد السبيس اروح اعمل ايه؟ اروح كاتب اللي هو في حاله اللي هيحصل او الكود اللي هيتنفذ في حاله لو الكونديشن بترو. تمام. واقفل الستيتمنت على كده. قال لي بس بشرط، يعني لو انت عايز تكتب الستيتمنت بتاعتك كلها في لاين واحده، تكتبها كلها في لاين واحده، بس ما تقفلش باند اف. يعني ايه؟ هتلاحظوا حتى شايفين الخط الازرق اللي ظهر تحت الكلام؟ فاكرين موضوع سينتاكس ايرور؟ ده يعتبر ايه؟ سينتاكس ايرور، بيقول لي انت كده في عندك مشكله في السينتاكس. طيب فالفكره بقى ان انا لو عايز اعمل الكلام ده هعمله من غير ايه؟ من غير اند اف. شفتوا لما انا شلت اند اف شال الخط وايه؟ وسايب لي كود كلير وواضح ما فيهوش اي مشكله. فلو جيت عملت ران عشان اتاكد ان الكود بتاعي سليم، ودخلت مثلا وليكن مثلا 52 وقلت له مثلا شو ذا ريزلت، فطلع لي كلمه باس، كده معناه ان الكود شغال. خلاص. يبقى لو جالك في الامتحان سؤال وقال لك لو انت عايز تكتب الاف ستيتمنت في لاين واحد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ان انت تكتبه من غير الاند اف. تمام. طيب دلوقتي احنا شفنا مع بعض ايه بقى؟ شفنا مع بعض ازاي نكتب الاف ستيتمنت، بس الاف ذن ستيتمنت اللي هي بتشتغل على حاله الترو بس. تعالوا نشوف بقى النوع التاني اللي بعد كده، او الفاريشن من الاف ستيتمنت اللي هي بتشتغل على الترو والفولس. هنا بيقول لي يعني تكمله للكلام اللي هو المثال الاولاني اللي احنا اخدناه. بيقول لي بقى ايه؟ الاول هتعمل الديزاين، بعد كده ده طبعا فاكرين اللي هو الشكل بتاع الفلو تشارت اللي اخدناه في الترم اللي فات. فبيقول لي ده الكود بتاعه، ده الكود اللي احنا كتبناه دلوقتي. وبيشرح لي طبعا، بيقول لي طبق الكلام وجرب كده كذا رقم. تمام. وبيقول لي لاحظ بقى لو حصل كذا هيعمل كذا، كل الكلام اللي انا ايه شرحته. وفي النهايه بيديني هنت كده ان انت لو عايز تكتب الاف ستيتمنت في لاين واحده او لاين واحد تكتبه من غير الاند اف. النوع الثاني بقى من الاف ذن ستيتمنت اللي هو الاف ذن ايلس. اف ذن ايلس بقى ده في حاله ان انا هشتغل على حاله الترو والفولس، يعني لو حصل كذا اعمل كذا، لو ما حصلش اعمل حاجه ثانيه. يعني الكونديشنال اكسبريشن اللي انا هديها لك دي then يعني في حاله true نفذ كود 1. تمام. else غير كده، غير كده يعني معناها لو conditional expression بفولس نفذ كود 2. يبقى كود 1 هيتنفذ في حاله لو conditional expression بترو، كود 2 هيتنفذ في حاله لو conditional expression بايه؟ بفولس. طيب تعالوا نرجع للفيجوال ستوديو ونشوف هنطبق الكلام ده ازاي باستخدام الكود. دلوقتي انا رجعت لنفس الاكزامبل او نفس الاكسرسايز، وهضغط دبل كليك. انا دلوقتي عايز اليوزر لما يجي يدخل الرقم انا واظهر الريزلت، عايز بقى لو الدرجه اللي دخلت دي greater than or equal to 50 الريزلت عادي هيظهر كلمه باس زي ما احنا عملنا. لكن لو دخل رقم اقل من 50 انا بقى مش هسكت، لا انا عايز اظهر كلمه فيل. يبقى هنا هشتغل على الحالتين، حاله الايه؟ الباس والفيل، او حاله الايه؟ حاله الترو والفولس. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه هنا هشيل الاف ستيتمنت خالص، نكتبها تاني. فهنا هقول له if conditional expression اللي بيبدأ بالفاريبل اللي هو عندي بالنسبة لي x is greater than or equal to 50. تمام. وهروح دايس enter، راح قايل لي ايه؟ then كذا. then يعني في حالة true اعمل كذا. في حالة true يبقى اعمل او اظهر مسج بوكس. المسج بوكس دي فيها كلمة pass، وراح قافل الدبل كوتيشن، وراح قافل الايه؟ قافل البراكت. هنا بقى خلاص ده كده المثال اللي فات. طب انا عايز اقول له غير كده. غير كده يعني معناها لو conditional expression بفولس، يعني معناها ان الدرجه اقل من 50. فاقولها له ازاي؟ هدوس انتر واروح كاتب كلمه else. else طبعا بالعربي واضح يعني غير كده. تمام. فلما هكتب كلمه else وادوس انتر هنا مستني مني كود تاني. في الكود التاني ده في حاله else يعني في حاله لو conditional expression بفولس. فهقول له برضو ايه؟ مسج بوكس،
وهفتح براكت ودبل كوتيشن وكلمه فيل. يبقى انا هنا اشتغلت على الايه؟ اشتغلت على الترو والفولس. في حاله ترو اعمل كذا، في حاله فولس اعمل كذا. تعالوا نجرب دلوقتي. هرن الابلكيشن وهدخل درجه وليكن مثلا 95. لما هدوس على ريزلت قال لي باس. لو جيت كتبت 50 ريزلت باس، لكن لو جيت قلت مثلا 25 قلت شو ريزلت، هنا بيقول لي فيل. زي ما انتم شايفين هنا بقى اشتغلت في حالتين، في حاله الترو والفولس. فهنا بيوضح لي برضو الكلام دوت. بيقول لي برضو الكلام ده احنا الترم اللي فات وضحناه من خلال الفلو تشارت، ان احنا كان عندنا الشكل دوت. ان بعد ما استلمت الاكس من اليوزر اللي هو بالنسبه لي الدرجه يعني، بدخل على رومبس وبكتب الكونديشن بتاعتي اللي هي بالنسبه لي الكونديشن اكسبريشن في الكود. في حاله يس او ترو طلع اظهر مسج بوكس فيها ناجح، في حاله فولس اظهر مسج بوكس فيها رسب. وبيقول لي بقى ان احنا الترم ده بنعمله باستخدام الكود اللي هو واضح على اليمين. وبرضو نفس الكلام ان انا لو عايز اظهر او اكتب الكود بتاعي الاف ستيتمنت كلها في لاين واحد، برضو نفس الكلام كلها في لاين واحد، بس اهم حاجه ما اكتبش ايه، ما اكتبش اند اف. طيب المثال اللي بعد كده هو مثال برضو مش جديد، يعني المثال ده برضو درسناه في الترم الاول وطبقناه بس باستخدام الفلو تشارت. المره دي بقى مطلوب مننا ان احنا نطبقه باستخدام الكود. هنا بيقول لي in the same way as previous mentioned create a new project that receive a value stored in the variable n. يعني بيقول لي ان انت هتستلم من اليوزر value هتخزنها في variable هسميه n من خلال التكست بوكس، وهتظهر كلمتين او جملتين اللي هم رقم زوجي او رقم فردي even number odd number. يعني مطلوب مني ان انا دلوقتي المفروض ان اليوزر هيكتب اي رقم، الرقم ده اللي انا هخزنه في variable اسمه n. فالرقم اللي انا هخزنه في variable n اللي هو اي رقم هستلمه من اليوزر، مطلوب ان انا لما استلم الرقم ده اشتغل على conditional expression معينه، تمام، بحيث ان الناتج بتاعها لو بترو يطلع لي كلمه رقم زوجي او even number، لو بفولس يطلع الرقم الفردي. طيب تعالوا نفتكر كده احنا في الترم الاول عملناها ازاي. احنا في الترم الاول كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول في البدايه ان احنا هنستارت، وبعدين اليوزر هينتر الفاريبل اللي هو n. طيب كان التشالنج بالنسبه لنا هو ازاي في الكونديشن بتاعتي اقول او ايه الحاجه اللي بناء عليها هقول لو حصل طلع اظهر لي كلمه الرقم الزوجي، يعني ايه الاوبريشن معينه او الايكويشن معينه اللي انا هنفذها، وبناء عليها بقدر اديفرنشيت بين الرقم الزوجي والرقم الفردي او الايفن نمبر والاود نمبر عشان البرنامج يفهمني. ففي الاخر اتفقنا مع بعض ان احنا بنقول ايه لو يعني لو هنقول ايه if statement if ال n ده مثلا، كنا مستخدمنا بقى جملة كده اسمها ايه is divisible by 2 without remainder. دي الجملة اللي احنا استخدمناها والمفروض ان انتوا حفظتوها عشان تجاوبوا على او تعرفوا تحلوا الاكسرسايز ده. if n يعني الدرجة اللي انا استلمتها من اليوزر is divisible by 2 without remainder، الاجابة بتاعتها بالعربي يعني معناها لو الرقم ده يقبل الاسم على 2 من غير كسور او من غير fraction. ما ده اللي بيديفرنشيت بين الايه الايفن والاود. الاثنين is divisible by 2، الاثنين بيقبلوا الاسم على 2، بس الفرق الاساسي ما بينهم ان كل الايفن نمبرز هي بتقبل الاسم على 2 بس ما بتطلعش ديسيمالز او ما بتطلعش fractions. يعني لو قسمت 4 على 2 بيطلع 2 من غير fraction او من غير ديسيمالز. لو قسمت 6 لو قسمت 8 اي ايفن نمبر بتقسمه على 2 هو بيقبل الاسم، وفي النهايه الناتج اللي بيطلع without decimal. الاود نمبر برضو او الرقم الفردي هو برضو بيقبل الاسم divisible by 2، ولكن بيظهر معاه او بيطلع معاه ايه، بيطلع معاه decimal. تمام، فده الشيء اللي احنا اتفقنا مع بعض ان ده اللي بيديفرنشيت بين الايه الايفن والاود. فعشان كده في الترم الاول لما جينا نعبر على الكلام ده باستخدام الالجوريثم جينا قلنا ايه if ال n is divisible by 2 without remainder. طب دلوقتي احنا عايزين بقى نترجم الكلام ده باستخدام الكود، فهنترجمه ازاي بقى؟ divisible by 2 without remainder الجملة دي هنترجمها باستخدام الكود ل فانكشن كده في الفيجوال بيزك اسمها المود. فانكشن اسمها ايه؟ المود. يعني divisible by دي عشان اعبر عنها باستخدام الفيجوال بيزك كود بعبر عنها باستخدام فانكشن داخل الفيجوال بيزك. وده سؤال امتحان، يعني برجع اكد اهو سؤال امتحان
ان divisible by او يقبل الاسم على دي عشان اترجمها باستخدام الفيجوال بيزك كود، بترجمها باستخدام فانكشن كده اسمها المود. طيب وبعد كده اقول ايه؟ مود 2 equal 0. مود 2 equal 0 دي هي تعتبر الايكويفالنت او تعتبر الشيء اللي هو يماثل او يقابل الجمله بتاعت divisible by 2 او remainder. ماشي يا جماعه؟ فتعالوا نترجم الكلام ده او نستخدم او نكتب الكلام ده باستخدام الكود. زي ما شايفين ده كده الفورم الخاص بالاكسرسايز ده، ان انا دلوقتي عندي تكست بوكس برضو، بس هنا هقول انتر نمبر وهنا النمبر تايب. فالنمبر اللي هيتكتب هنا هسجله او هخزنه في فاريبل هسميه ان، وبعد كده هشتغل على الاف ستيتمنت بحيث ان اليوزر لما يضغط على البutton لو الرقم ايفن يقول له ده ايفن، لو الرقم اود يقول له اود. فهضغط دبل كليك على البutton، كبر الزوم، هعرف الفاريبل بتاعي، فهقول له dim in as وليكن مثلا لونج، لان انا الرقم اللي ممكن يدخل ده انا مش وارد يعني بالنسبه لي حدوده مش واضحه، فهشتغل على اعلى حاجه بقى اللي هي اللونج يعني. وهضغط انتر، وبعد كده هقول in equal me dot textbox 1 dot text. طيب نشتغل بقى على الاف ستيتمنت. هنا هقول له اف ايه؟ الكونديشن اكسبريشن. الكونديشن اكسبريشن اللي هي بتبدا بالفاريبل، فالفاريبل عندي ان. طيب ايه بقى الكونديشن اللي انا هشتغل عليها عشان اقول لو حصل كذا اظهر لي كلمه ايه؟ ايفن نمبر. يعني ايه الحاجه اللي البرنامج هيستخدمها او هيعملها تيست وبناء عليه يحدد اذا كان ايفن ولا اود. اتفقنا مع بعض في الالجوريزم كنا بنكتب ايه؟ divisible by 2 without remainder. لكن هنا بقى هنترجم الكلام ده باستخدام الكود من خلال فانكشن اسمها مود. فمود هي الايكوفالنت او الشيء اللي يعادل الايه؟ divisible by. يبقى مود divisible by ايه بقى؟ مود 2 divisible by 2. طب without remainder يعني equal 0. يبقى ترجمة الكلام ده اللي هي مود 2 equal 0 يعني معناها لو الان الرقم اللي انا هخزنه في variable n لو لقيته مود 2 equal 0 يعني معناها divisible by 2 يعني اتقسم على 2 من غير ديسيمال، في الحالة دي ده معناه ان ده رقم ايه؟ رقم even، صح كده؟ طيب فهروح جاي قايل ايه؟ هروح قايل مسج بوكس وبتوين البراكتس اظهر لي او اكتب لي ايه؟ رقم زوجي بالعربي او even number بالانجلش. تفرقش معايا خلاص لان انا اهم حاجه عندي الايه؟ اهم حاجه عندي الكود. طيب ده في حاله ترو. في حاله فولس يبقى هستخدم else بقى اروح قايل له مسج بوكس between brackets اظهر لي ايه؟ اظهر لي odd number. تمام. طيب تعالوا كده ايه نرن الاب بتاعنا. حاجه اكتب اي رقم وليكن مثلا نمبر 4. فور ده ايفن ولا اود؟ طبعا ايفن، يبقى بالتالي البرنامج هيقول لي ده ايفن نمبر. لكن لو جيت كتبت 5 هلاقي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده اود نمبر. ماشي يا جماعه؟ طيب قبل ما نروح للمثال او الحاجه الجديده اللي هناخدها بعد كده، هتلاقوا ان من ضمن الاسئله اللي موجوده بعد الشابتر دوت وساعات بيجيبها في الامتحان ان الكود ده يجيبه لكم بالمنظر ده ويجي يطلب منكم ايه؟ يقول لكم مثلا عملت موديفيكيشن في الديزاين ان مثلا جبت مثلا ليبل، والليبل ده بسرعه كده هنعمل ايه؟ هنظبط اداؤه شويه زي ما انتم شايفين واضح اسمه كده ان ده اسمه ليبل 2. طيب فالفكره ان الكود بتاعي دلوقتي بيعمل ايه؟ تعالوا نجرب كده. الكود بتاعي شغال ان هستقبل فاليو من اليوزر وليكن مثلا نمبر 8. لما بضغط على التايب بيتست النمبر، لو النمبر مود 2 ايكوال 0 يعني معناها ان الرقم ده يعني يقبل اسم على 2 من غير فراكشنز او من غير ديسيمال، ففي الحاله دي بيطلع لي كلمه ايه؟ ايفن نمبر. فهتلاحظوا بقى ان الاوتبوت اللي هو ايفن نمبر او الاود نمبر بيظهر، بس بيظهر فين؟ في مسج بوكس. يجي لكم بقى في السؤال من ضمن الاسئله اللي بعد الشابتر وكمان من ضمن ساعات بيجي في الامتحان ان هو يقول لك عدل في الكود، يعني يجيب لك الكود خلاص جاهز وفر عليك ان انت هتكتب الكود، لا جايب لك الكود مكتوب جاهز ويقول لك عدل فيه بحيث ان الاوتبوت اللي هيظهر اللي هي سواء جمله ايفن نمبر او اود نمبر تظهر في الليبل ما تظهرش من خلال المسج بوكس. طيب فانا عايزكم بقى توقفوا الفيديو دلوقتي وتفكروا مع نفسكم ورقه وقلم، او لو الناس اللي بتطبق في الابليكيشن
يوقفوا الفيديو، يفتحوا الابلكيشن يعدلوا في الكود بحيث ان ايفن نمبر واود نمبر بدل ما هتظهر في مسج بوكس لا هتظهر في الليبل الجديد اللي انا ضفته اللي اسمه ايه ليبل 2. وقفوا الفيديو، فكروا، حلوا مع نفسكم، وفي الاخر كملوا الفيديو عشان تشوفوا الحل بتاعكم صح ولا مش صح. طيب دلوقتي بقى بعد ما جربتوا بنفسكم عايزين تتاكدوا ان الكود بتاعكم صح ولا مش صح، التعديل اللي انا هعمله ان انا دلوقتي بدل ما هكتب مسج بوكس كذا، لا انا هروح مثلا ايه، يعني خليني مثلا هنزل كده سطر. هنا بقى التعديل بتاعي ان انا دلوقتي المفروض ان الاوتبوت هيظهر فين، هيظهر في الليبل ده اللي اسمه ليبل 2. يبقى هروح قايل له ليبل 2 دوت تكست. هفتح قوس، دي الحته اللي كتير اتلخبطوا فيها، اروح فاتح قوس لان هو في دماغه ايه الموضوع زي المسج بوكس. لا مش هفتح قوس، هقول له ليبل 2 دوت تكست ايكوال، تمام، ونفس الجمله بتاعت ايه، بتاعت even number هاخدها كده اسحبها واحطها فوق، ماشي، واروح شايل الجمله بتاعت الايه بتاعت المسج بوكس. فاللي هيحصل بقى ان بدل مسج بوكس هروح قايل ايه label 2 دوت تكست، واروح واخدها كوبي واروح عامل تمام. هنا هيبقى odd number بس. فزي ما انتم شايفين لو if n mod 2 equal 0 then even number، بس بدل ما هظهرها في مسج بوكس هقول له اظهر لي في label 2 دوت تكست، غير كده اظهر لي odd number في label 2 دوت تكست. تعالوا نجرب الكود بتاعنا. لو جيت كتبت مثلا 14 وقلت له اظهر النمبر تايب، هيقول لي even number. مثلا 15 اظهر، يقول لي odd number. ماشي يا جماعه. طيب احنا كده بقى اتعرفنا سوا على النوع الاول من الستيتمنتس اللي هو الايه، اللي هو الاف ستيتمنت بالفاريشنز بتاعتها. يعني الاول الاف then ستيتمنت، بعد كده الاف then else ستيتمنت.